السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب يرزقنا الخير دايما يا شباب ويرزقكم الخير. خلاص احنا في اواخر رمضان، وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين يعني، ورمضان كريم علينا ويعود علينا الايام بخير يا رب. النهاردة جايبين لكم فيديو جديد، وهو عن الزغاليل او الحامل اللي لسه بيفك ريش، او ازاي تعرف عمر الزغلول. بس تعالوا الاول نصبح على حمامنا ونطمن عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة معانا الزغاليل بتاعتنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده القص الاسترالي. بسم الله. ده القص الرمايات اللي كان بيضه مع مش معمر، يعني مش مخصب، ورقدناه على بيض الوزار والاسترالي، على بيض الوزار والاسترالي. تمام. قصر الانجليزي بيحضر العيش، ربنا يكرمنا من وراه. قصر الانجليزي بيحضر العيش، نفس النظام بيحضر العيش برضو. الزواجل اللي احنا كنا لقيناها لبعض. بسم الله ما شاء الله. نطمن على زغلولنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا شباب، ده فرد القطقاط. الفردة التانية مش لحقناها، لقيناها كانت انكبست في البيضة، مش لحقناها. وانا اعرفكم ازاي لو الفردة بينكبس منك تعمل ايه بالظبط عشان تلحقه. بسم الله ما شاء الله. القص الشادو. الفردة بيضت بيضة صغيرة. الفردة بيضت بيضة صغيرة، مش عارفين بقى هل هي تعمر ولا لا، ولو مش عمرت هنعمل معاها ايه، هنستفاد من وراها ازاي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الذكر الاسترالي والانتاج القشر بنادم. بسم الله الرحمن الرحيم. القص الزواجل حصة الحصويتين. قص الزواجل حصة حصويتين. دول بقى يا شباب ان شاء الله، لو الفرد الشادو البيض بتاعه مش عمر، هناخد البيضتين دول ننقلهم تحت الشادو، نستفاد من الشادو، وفي نفس الوقت دول يحصوا حصويتين وربنا يكرمنا من وراه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي زغالنا، ومشكلة برضو اتعرضنا لها وعرفكم هنعمل معاها ايه. بص شباب، دي زغلولين اخوات. شايف الزغلول ده عامل ازاي؟ صغير قد ايه؟ شايفين الزغلول دوت قد ايه؟ ان شاء الله هنلحقها وهنعرفكم هنعمل ايه معاه، بس في حلقة تانية. تمام يا شباب. بسم الله ما شاء الله. القص الاستراليات حصي الحصواية التانية. انا قلت اسيبه يقعد على الحصواية ديت، لان صاحبهم كان قال لي ان هو كان واخد منهم بطنين ورا بعض، محضن بيضتين من وراهم ورا بعض. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده القص الزواجل. قص الزواجل البيضة اهو. شايفين يا شباب؟ نقرة البيضة، نقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضة التانية، والبيضة التانية برضه يا شباب نقرة. ان شاء الله هتكون فكوا بكرة بإذنك يا رب. ان شاء الله بكرة على بكرة ان شاء الله هيفكوا. تمام. ده القص الوزار اللي معانا، انت طبعا عارفينه. تمام. وفي تاني برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفردة بنت الشارع. فردة بنت الشارع قاعدة على حصويتين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بقى يا شباب نخش في حلقتنا الجديدة بتاعت النهاردة. ورجعنا لكم تاني يا شباب في موضوع حلقتنا النهاردة. أنا مبتدئ حمام وعاوز أعرف ازاي عمر الزغلول. يعني عاوز أعرف عمر الزغلول، هل يتجوز ولا لأ، هل الفرد بقى شاب، طب هعرف هيشتغل امتى، طب هعرف فك الريشة الأولى ازاي، وايه الريش دوت اللي بيتفك. هنعرف ده كله معانا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. زغلول زاجل معانا. زغلول زاجل معانا. هنبدأ نركز بقى في الموضوع اللي احنا جايبينه لكم، وان شاء الله تستفادوا منه. الزغلول طبعا يا شباب ده لسه مفطوم بقاله حركة 4 ايام. تمام. الاول لما تبص كده على الزغلول، الزغلول ده لسه ما فكش ريش. بس بتعرف ازاي ان هو ما فكش ريش؟
لانه لسه مفطوم، وهتلاقي جناحه كلها مستف وريشه كلها على بعضيها، وهتلاقي الريشه الصامه الاخرانيه لسه ما كبرتش، يعني لسه بيقفلها، لان ديت لسه زغلول. يعني اول لما ينشف ويبقى كويس هيبدا يفك في الريش. وهوريكم برضو حمام دلوقتي فك الريش وتعرف برضو ازاي. بسم الله. بسم الله. ادي اهو يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ملاحظين كده يا شباب، لو ملاحظين ادي ديت الريشه اهي كده، الريشه الاولى، يعني كده بدا الزغلول بدا يفك. الريشه اهي يا شباب اهي بدا يفك. بتعد اول لما تشوف الريشه ديت، تمام. بعدها ب 15 يوم الريشه التانيه بتاعها دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده الزغلول ده عليه 9. الزغلول ده عليه 9. طيب لو وصل للخمسة، لو وصل للخمسة وفاضل عليه 5، تعرف ان دلوقتي كده عدى عليه شهرين ونص. يبقى انت بقى بتديله بعد الشهرين ونص دول شهرين ونص كمان عقبال لما يشتغل. ده كده عمر يعني فك اول ريشة لبداية التشبيب، تمام. ده فك اول ريشة لبداية التشبيب، ده بنسميه رماية او جماعية او زاجل، يعني كلهم مسميات واحدة. ده كده اول زغلول معانا، وهنوريكم كذا فرد، يعني مش فرد واحد، كذا فرد وبكذا طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. زغلول تاني جماعية اهوت شباب، زغلول تاني جماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت ريشة بتكبر وجنبيها ريشة كمان، وجنبيها ريشة كمان اهي يا شباب لو شايفين، جنبيها ريشة كمان. تبدأ تعد بقى، دي 1 2 3 4 5 6 7 8. ده كده زغلول موقع ريشتين، يعني كده يبقى اعرف ان بعد الريشتين دول فاضل معاك 5 شهور، 4 شهور، فاضل معاك 4 شهور عشان الزغلول ده يبقى شاب وكبير ويشتغل، شاب وكبير ويشتغل. طيب يعني انا بسمع على طول يعني ايه صمة ويعني ايه عديلة. طيب يا شباب، ديت الاول ريشة دي بتكون الصمة، وديت تاني ريشة بتكون العديلة، والتالتة بتكون عديلة العديلة، عديلة العديلة، بعد كده العديلة، بعد كده الصمة، تمام. ده كده يا شباب تاني حاجة معانا. اوريكم حاجة تانية كمان. اهو ده يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. شاب استرالي لسه بتقلش اهي، شاب استرالي. طب الشاب الاسترالي ده تعرف ازاي امتى تشتغل؟ امتى تشتغل؟ لو ركزتوا كده يا شباب، ادي الريشه اللي قبل عديله العديله، يعني كده فكه في السبعه. ازاي هعرف؟ انت بتيجي كده في النص، في الريش مخالف لبعض، يعني في ريش رايح يمين وريش جاي شمال. تبدا تعد بقى من هنا اهو، ادي ريشه 2 3 4 5 6 7. دي السبعه يا شباب اللي لسه بتتفك. يبقى كده فاضل عليه قد ايه؟ كده فاضل عليه شهر ونص عقبال لما يخلص الريش ويبدا ان هو يكون شاب وما يروقش منك بيض ويشتغل. ادي فاضل عليه عديله العديله والعديله والصمه، تمام يا شباب. ده نفس النظام معايا. ده يا شباب كده النهارده كان موضوعنا عن فك الريش وازاي اعرف عمر الحمام. طيب انت لو بدك تربي حمام جديد بنصحك انك تشتري زغاليل. يعني ايه زغاليل؟ او حمام يكون شاب، يكون عليه 3 ريشات، عليه 4 ريشات، 5 ريشات. ده الحمام ده انت هتضمنه عندك ان هو هيشتغل، بدل ما تروح تشتري حمام كبير من واحد مش موثوق فيه او تاير، هو ما يعرفش مصدر الحمام دوت، هل هو بيروق، هل هو ما بيخصبش، هل هو ما بيشتغلش، تمام، هل هو بيبيض بيضه ويقطع. فدوت يعني ايه هنعرفهم برضو في فيديوهات جديده. ولكن لو هتشتري زغاليل لو هتشتري حمام اشتري حمام شبابات تشتغل عندك. ايه يعني لما تقعد شهر ولا شهرين تستحملهم لغايه لما يشتغلوا عندك وتاخد خيرهم انت، ولا يجيب لك حمام اصلا هو مش شغال وتخسر فلوس وتكره الغيه وتكره تربيه الحمام. وبالذات اللي احنا في الايام ديت
الكلفة مبهدلانا والله يا شباب بأسعار أسعار العلف، والكلفة بتاعتنا غالية، وفي نفس الوقت الحمام رخيص. يعني الكلفة غليت والحمام رخيص. ده يا شباب النهارده كان الفيديو معانا، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منا، ولما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتكتب لنا كومنت كويس كده لكي نستمر في المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم محمد اخوكم مع قناه محمد اتكلم عن الحمام مع محمد احمد ومحبين الحمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.